اهم مهاره في الوقت الحالي ان انت تكون بتعرف تركز لفتره طويله على حاجه واحده، او اللي بيسميه كان نيوبورت ديب وورك. المهاره دي بقت صعبه جدا في الوقت الحالي بسبب طبعا المشتتات الكتير، من اول السوشيال ميديا والالعاب لحد الجانك فود والاعلانات. بسبب صعوبه المهاره دي بقت حاجه نادره في الوقت ده، واللي بيعرف يعمل المهاره دي هيتميز في الحاجه اللي بيعملها. السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هتكلم على بعض افكار كتاب كان نيوبورت ديب وورك او العمل العميق. كان نيوبورت بيعرف الديب وورك او العمل العميق على ان الشغل اللي انت بتعمله بتركيز، ويبقى الشغل ده متطلب التركيز ده، زي المذاكره مثلا، على عكس الشغل اللي مش بيبقى محتاج تركيز، زي الرد على الايميلات مثلا. كمان الديب وورك بيتم في غياب الكونتكست سويت او تبديل السياق، بمعنى ان انت لو مثلا بتذاكر 5 دقائق بعد كده بتبص في التليفون، ده بيخرج بره تعريف الديب وورك او العمل العميق. الكاتب بيفرق بين العمل العميق او الديب وورك والعمل الضحل او الشالو وورك، ان الشالو وورك حاجه سهل تكرارها ومش بتتطلب اي تركيز. الشالو وورك او العمل الضحل مش شرط انه يكون حاجه مش مهمه، في حاجات بينطبق عليها التعريف ده وفي نفس الوقت مهمه، زي الرد على الايميلات زي ما قلنا في الاول، بس مشكلته ان احنا بنعمله اكتر من المطلوب وبيدينا احساس ان احنا مشغولين من غير ما نكون بنعمل حاجه ليها قيمه حقيقيه. اهميه الديب وورك او العمل العميق، فترات التركيز العميق دي هي اللي بتفرق في اي حاجه انت بتعملها. لو ركزت مثلا في الشغل اللي انت بتعمله او المذاكره مثلا، هتلاقي ان جزء صغير منها هو اللي بيفرق ويخليك مميز فيه، فتحديد الحاجه دي والتركيز عليها هيخليك مميز في الحاجه اللي انت بتعملها. دي العمل العميق او الديب وورك في الوقت ده صعب. العمل العميق والتركيز على قد ما هو مهم في الوقت الحالي، على قد ما بقى اصعب كل يوم، وده بسبب المشتتات اللي بقت موجوده في الوقت الحالي. السوشيال ميديا مثلا بتتغير كل يوم علشان تبقى ادمانيه، بالذات من ساعه ظهور التيك توك. بقت منصات السوشيال ميديا تقريبا كلها زي التيك توك، لما لقوا الناس بيقعدوا عليه فتره طويله. لو فتحت الفيسبوك مثلا او اي موقع على السوشيال ميديا، هتلاقيه كله بقى محتوى مقترح وحاجات بتجيلك انت مخصوص علشان تخليك تقعد اطول فتره ممكنه على الموضوع. يعني انت في الاول لو كنت عاوز تتحكم في استخدامك للسوشيال ميديا كنت بتتابع ناس تستفيد منه، دلوقتي انت ممكن تتابع حد وما تشوفش اصلا البوستات اللي هو بينزلها، لان معظم المحتوى اللي بقى قدامك بقى محتوى مقترح مش الحاجه اللي انت بتتابعها. لو السوشيال ميديا او استخدام الانترنت بشكل عام ما كانش فيه اي نوع من انواع التحكم، قدرتك ان انت تركز او تنتج ديب وورك تقريبا هتبقى مستحيله. وده لان لو انت بتقعد تذاكر 5 دقائق مثلا، بعد كده تمسك التليفون علشان تشوف اشعار جالك، المشكله مش بس في الوقت اللي انت ضيعته وانت بتشوف النوتيفيكيشن، ممكن تكون ما ضيعتش وقت اصلا، بس المشكله لما تبص على التليفون الكام ثانيه دول بيبقى في حاجه اسمها اتنشن ريزيدو او رواسب الانتباه، بمعنى ان انت لما تروح تذاكر تاني بعد ما تبص على التليفون تركيزك وانتباهك مش بيرجع بشكل كامل على طول، في رواسب انتباه من الحاجه اللي انت شفتها، وغالبا بتكون لسه بتفكر فيها. خطوات للديب وورك او العمل العميق، اول خطوه ان انت تحدد، بمعنى ان احنا قلنا في ديب وورك وشال وورك او عمل عميق وعمل ضحل. الخطوه الاولى ان انت تحدد ايه الحاجه اللي انت لو عملتها بتركيز هتفرق في الحاجه اللي انت بتعملها وهتخليك مميز في الحاجه اللي انت بتعملها، زي المذاكره مثلا. ثاني خطوه ان انت تخليه عادي، بمعنى ان انت تخليه في وقت محدد من اليوم، الصبح مثلا. في ناس بتقول ان انت لما تيجي تعمل الشغل نفسه تخليه 25 دقيقه شغل او مذاكره مثلا و5 دقائق راحه. انا لما جربت ده ما ينفعش معايا خالص، لان ممكن تكون مركز في الفتره دي، بعد كده تيجي ال5 دقائق الراحه دي تخرجك من التركيز. كمان ال5 دقائق الراحه دول عمرهم ما بيبقوا 5 دقائق وغالبا بيزيد، بالذات لو دخلت على السوشيال ميديا في الوقت ده. وده ان الخطوه الثالثه امسح السوشيال ميديا. عارف ان في ناس كتير بتقول ان انت ممكن تقلل استخدامك او تتابع الناس اللي بيفيدوك بس بصراحه الموضوع ده بقى صعب جدا في الوقت ده، وده لان السوشيال ميديا كل يوم بتتطور اكتر بكتير وبتبقى ادمانيه اكتر. زي ما قلت ظهور التيك توك غير السوشيال ميديا وخلاها بتعتمد على المحتوى المقترح، اللي خلاها ادمانيه اكتر وخلاك تقعد وقت اطول بكتير. الحل دلوقتي ان انت تبطل تستخدمه، وما تخافش مش هيفوتك حاجه مهمه. المهم هتعرف. الخطوه الاخيره تقبل الملل. الوقت ده الملل بقى صعب جدا، ما بقاش في اي وقت نحس فيه بالملل. اي وقت فاضي لو حتى 10 ثواني بنطلع التليفون نمسك، مع ان الملل جزء مهم جدا من الديب وورك حتى في الاوقات العاديه اللي مش عاوزه منك تركيز، لانك بتعود نفسك تقاوم المشتتات في الاوقات العاديه، فيبقى اسهل ان انت تقاومها وانت بتعمل حاجه محتاجه تركيز او ديب وورك. بالمناسبه اتكلمنا عن الملل بالتفصيل وليه هو مهم في الفيديو ده. وبس كده، سلام عليكم.